نوفر. أنا شهد عادل، قومية مصرية وبدعم المنتج المحلي حتى من قبل ترند المقاطعة. But I'm also just a girl who loves perfumes a lot. و80% من البرفيوم كولكشن بتاعتي عبارة عن صناعة محلية. والنهاردة قررت إن أنا أتكلم معاكم أو أعمل لكم ريفيو عن البرفيوم ده، وهو تشيري بيري من براند اسمها بلاك كات. هي براند صغيرة نسبيا، ولكن البرفيوم ده كان عليه ضجة كبيرة على تيك توك من فترة فاشتريته. والفيديو ده هشرح لكم فيه بالظبط ريحته عاملة ازاي، بحيث تشوفوا هل هي مناسبة مع ذوقكم ولا لأ. وهتكلم برضو عن الأداء من حيث الثبات والانتشار. لو انتم مهتمين بالفيديو كملوا للآخر. البرفيوم ده أول ما بترشوه بيكون في ريحة برتقان، عصير برتقان سويت جدا. يعني البرتقانة ذات نفسها مسكرة مش لاذعة، وفي نفس الوقت بيكون في مزيج ما بين فواكه مختلفة، مثلا فراولة، راسبيري. هو اسمه تشيري بيري فممكن يكون في كرز، بس هو مش كرز سويت، ممكن نقول ساور تشيري ممكن. وكمان في ريحة زهور، حاجة زي مثلا ياسمين، فل، في زهور. لو انتي بتحبي الحاجات السويت هو مش هيبقى مناسب. هو مناسب لو انتي عايزة حاجة فريش تبقى حامضية وفروتي للصيف. هي تنفع جدا لكل يوم، تنفع للجامعة، تنفع للمصايف. هو ريحته حلوة، ريحته منعشة جدا. مش عارفة، بس أنا كنت بحب، يعني كنت أتمنى إن يكون في ريحة كوكونات مثلا. أنا بحب أعمله ميكس مع الكريم ده من كيرن مور اللي هو بريحة اسمه فانيلا كوكيز، بس هو ريحته كوكونات. أعتقد لو ده كان فيه نوتة كوكونات سويت كان هيخلي البرفيوم أحلى بكتير. بس هي في النهاية أذواق، والبرفيوم ده جميل، أنا حبيته. ومناسب جدا جدا للجو اللي احنا فيه. أنا بحب أرشه كده، بحب أرشه جدا في الصيف، بحب أرشه وأنا نازلة. البرفيوم ده بالنسبة لي مش مميز قوي. لو خلص أنا مش هكرر شراؤه مرة تانية لأنه مش متناسب قوي مع ذوقي. بس أكيد هجرب من البراند دي اللي هي بلاك كات، لأن هي بتقدم برفيومز جودتها حلوة. وده ياخدنا عند نقطة الأداء. أداء البرفيوم ده متوسط لعالي، يعني هو مش أقوى حاجة أنا شفتها في حياتي، مش حاجة بتثبت بالأيام، بس هيثبت معاكي اليوم كله وانتي برا، أو على الأقل لحد نص اليوم. أنا بحس أحيانا إن أنا محتاجة أعيد عليه علشان أحس بالريحة. بالنسبة لانتشاره، أنا مش عارفة انتشاره قوي أو لأ، يعني مش عارفة في حد هيشمك أو لأ، بس أنا بكون شامة نفسي لمثلا ساعتين. خلاص براءة انتوا كده. الفيديو انتهى، أتمنى يكون عجبكم وأفادكم وخليكم تعرفوا إن كنتوا هتشتروه أو لأ. وأتمنى أكون شرحت الريحة بشكل وافي يسهل عليكم اتخاذ القرار. أشوفكم في فيديو تاني، وجاي.